السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش قادرة اقول لكم ست الكل، ست الحبايب، ست الستات، صحتنا على الريحة. احنا صحينا على الريحة يا جماعة. كنا نايمين في امان الله شامين ريحة لحمة. لا لحمة ايه، وانتوا عارفين بقى مش اي لحمة، دي لحمة ضاني وريحتها فواحة نفاذة. انتوا عارفين بقى ريحة اللحمة الضاني. صحيت لقيتها حطها على النار وبتسويها. قلت لقيتها انت بتسوي لحمه كده على الصبح؟ لمين؟ تقول لينا للفطار. فحد يفطر يما لحمه على الصبح؟ تقول له احنا. ده بس عندك بقى لحد هنا وستوب بقى. كنت خلاص كانت شوحتها وزودت وعملت براد ميه وحطيته عليها وقلت لها بس لحد هنا وستوب. اصبري بقى لايه لحد اما اصورلك يعني. المهم ايه، صورتها لحقتها كده بتحط الفلفل الاسود، وانا كده كنت بقلبها كده وقلت اوريها لكم. دي المواسير دي وانا مش عارفه ايه دي، يعني بيبقى فيها نخاع كده. ولقيتها كمان مجهزه البصل وغسلاه وشطفاه، وغسله البطاطس كمان وخرطها مكعبات كبيره بالشكل ده وشطفاهم، وسايباهم كده لحد اما اللحمه تاخد غلوه عشان تحطهم. وحطيت هنا شويه سكر. بقول لها ايه ده ماما؟ تقول لي سكر عشان خاطر ما تاخدش معايا سوا كتير. حاولي نص معلقه كده او معلقه صغيره، يعني نص معلقه كبيره ومعلقه صغيره. جينا هنا بقى لست الكل وهي بتنظف العيش البلدي. كل يوم لازم هي تنظف العيش كده، كل يوم يوميا العيش يجي تنظفه تمام، وتفتحه كده في حاجة كده في حاجة كده، تفرد العيش كله وتظبطه من الرده، ان لو جه ياكل ما يوقعش رده كتير. بصوا بقى العيش وجمال العيش لازم تفرده وتنضفه وتظبطه بالشكل ده. حابه تعيني العيش بعد ما تنضفيه في شنطه بيضه كده في الفريزر، وتيجي تطلعيه ساعه الاكل قبل الاكل كده ب10 دقايق وفرديه بس كده، هيبقى كانه لسه طالع من الفرن. ولو حطيتيه كده على النار يشم شويه سخونيه كانه طالع من الفرن بالظبط. مش عايزه خلي اكل يومك. لو هيفيد مثلا حبيت ما قدرتيش تنزلي الفرن تجيبي عيش، الفرن خلصت وانت قمت من النوم متاخر، مكسله تنزلي، ايا كان، يبقى العيش عندك في الفريزر جاهز في اي لحظه. كعيش آلي، عيش بلدي، فينو، اي حاجه، الفريزر مش هيقول عليها لا خالص. ما لا الا قلته والله العظيم. المهم هي بتخلص كمية العيش عندها طولة صبر وبال بصراحة مش عند حد. يعني انا بزهق من تنظيف العيش عامة. يعني احنا عندنا هنا الفرنة باخد منها عيش آلي بجد. شفتوا العيش بتظبطه ازاي؟ هو العيش عامة اسمر عن الاول وبقى صغير عن الاول، ما كانش كده خالص، ده كان ابيض وكبير كده وحلو. دلوقتي يلا بقى الحمد لله على كل حاجة، نعمة ربنا حلوة. تخلص بقى كمية العيش وتقوم تكمل تسوية في اللحمة. هو ده، جابت البصل قطعته كده 4/4 ورميته على اللحمة بعد ما اللحمة اتشربت المية بتاعتها تمام. هي مش هتحط لها اي مية خالص، هي كانت حاطة البراد بس عشان خاطر اللحمة تستوي. بعد كده بقى كله يستوي ني في ني. وحطت البطاطس، مقطعة البطاطس كبيرة، مكعبات كبيرة سميكة عشان خاطر ما تتهريش مع اللحمة تمام. وبعد كده بص المية نضيفة ورايقة ازاي. ست الكل بقى، ستات زمان دول والامهات بتوع زمان دول عليهم نفس وطعم وريحة وشكل ولون مش عايزة اقول لكم، لهم نفس رهيب وفظيع. وكمان فوق ده كله الالمونيا يا جماعة، الالمونيا ثم الالمونيا ثم الالمونيا بتعمل طعم وريحة للاكل جبار. انسي بقى الديفال والسيراميك والجرانيت والكلام اللي فاضي اللي طالع اليومين دول. الالمونيا لا غنى عنه، هو بيطلع تيست عالي قوي 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 للاكل كله عامه. جايبه هي شطه بلدي كده من الغيط جميله جدا، الكيلو كان ب15 جنيه. تغسلي الطبق كده وترصيه جنب الاكل على الفطار او العشاء او ايا كان، في يعني اكله شعبيه. الاكل الطبق ده هيتنسف كله بجد والله، كنت بخلصه كله. هي بتقطع مش حرقه خالص، شطه بلدي كده فلاحي جايه من الغيط. الحاجه بتقطف كل يومين 3 كده من الغيط. بصوا بقى حطت الملح، بص حطت الملح في الاخر خالص، تحطش ملح في بدايه تسويه اللحمه عشان خاطر ما تشدتش او ما تجمدش منها وهي بتستوي.
اللحمه دي في الاخر خالص بعد ما اللحمه كده استوت. البطاطس بقى كده هتاخد تيست عالي قوي من اللحمه، هيبقى طعمها فظيع. وانت بتاكلي البطاطسايه كده، مكعبات البطاطس دي تحسي ان انت بتاكلي حته لحميه، لان هي شاربه اساسا من اللحمه. وانا كنت خلصنا اكلنا الجميل. اتفضلوا معانا بقى. كانت عملت طبق سلطه، وايه ده، جبنه فلاحي، وقطعت طبقات اهو. كان عندنا شويه باميه حطيناهم. ده العيش السن بتاعنا، ما تشغلوش نفسكم بيه ولا بالكم، يعني ده اللي عامل دايت. وهنفضي بقى. تعالوا نشوف الحله بتاعتنا اللي ماما عملتها. ما شاء الله، حاجه كده ما تتوصفش بجد. ما فاضلش حتى البطاطسايه، ما فضلتش من حلاوتها وجمالها. الصينيه دي ما شاء الله يعني اتنسفت كلها. اتفضلوا معانا بقى، ونقول لها تسلم ايديك يا ست الكل، نفسك جبار في الاكل. بصوا ايه رايكم؟ ملوخيه كانت عامله، مش عارفه انا تقريبا ولا هي اللي عامله شويه ملوخيه خضراء، بس الفيديو ده معايا بقاله فتره والله، فمش فاكره مين اللي عمل الملوخيه بالظبط. كانت عملت شويه ملوخيه تقريبا ناشفه على شويه الشوربه اللي كانوا عندنا. هي خضره كده وحلو، بس باينه في التصوير ان هي غامقه، مش عارفه ليه يعني. وادي ده كان فطارنا الصبح. اتفضلوا معانا بقى، نشوفكم فيديو جديد ومع السلامه.